احلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناتنا افكار وابتكار. يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده حاجه حلوه اقتصاديه سهله وسريعه. النهارده هنعملها بطريقه مختلفه. هنعملها في صينيه بس مش هنعملها صينيه. هوريك النهارده محتاجين ايه. دي ورقه جلاش زي ما انت شايفه كده، احنا فرشين فوطه علشان انت عارفه ان الجلاش ينشف بسرعه. احنا هنحطه على الفوطه. تاني حاجة محتاجين تقريبا كده نص كوباية سمنة، او على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا عامل صينية صغيرة، لو انت هتعملي صينية كبيرة ممكن تخليها كوباية سمنة. ده معانا جوز هند مبشور، فول برضو مبشور او متكسر حتت صغيرة، جوز هند، معلقة سكر مطحون. دي على حسب الرغبة. الناس اللي ما بتحبش الحاجة مسكرة ممكن تلغي معلقة السكر دي، لان هي بتشرب عسل. على حسب رغبتك، بس هي بتديلها طعم حلو من جوه، يعني ما تبقاش من بره مسكره ومن جوه مسخه. انا شايفه ان هي بتديلها طعم حلو من جوه. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا الجلاش كان يبقى متعان في الفريزر فصعب تفكه شويه، بس هوريكي برضه هنفكه ازاي بالراحه خالص كده، امشي معاه بالراحه. بس بسهوله كده احنا فكيناه. هنشيل الورقه اللي هي متغلف فيها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هنبدأ مع بعض وهنقولك هنعمله ازاي. ابدأي بقى لو لسه ما اشتركتيش في القناة، ابدأي اشتركي ونورينا في القناة، واعملي لايك وشير علشان يوصلك كل جديد. تشوفي معانا ان شاء الله احلى حاجات في القناة، متنوعة على قد ما بنقدر. بحاول اعملها لك متنوعة فيها كل حاجة تفيدك. وبصي انا عايزة اقرب لك كده من الكاميرا شوية. انا جايبة المقص. هنبدأ نجيب الطرف بتاعه بالتقريب كده بالعين. هتقسميها 3 اجزاء. ادي تلت، عايزين منسيبش الفوطة. وادي التلت التاني. كده قسمنا معانا ورقة الجلاش 3 اجزاء. بكل سهولة اهو ماشيين مع بعض خطوة خطوة. بصي بقى احنا هناخد جزء كده خلاص، ما عادش عايزين المقص. هنلف الجزئين التانيين في الفوطة كده عشان مينشفش، وهنسيبهم كده على جنب. نجيب الورقة اللي كان عليها الجلاش اهي بنفس الطريقة. هبدأ اوريكي هنعمل ازاي. التلت اللي احنا اخدناه، بس هنبدأ برضو نقسمه 3 اجزاء. ادي جزء، ادي 2. لو مش قادرة تظبطيهم ممكن بمسطرة، بس هو بالعين يعني تبقى واضحة اوي قدامك.
بعد ما ظبطناهم كده 3 اجزاء، هنجيب الصينيه بتاعتنا، هنبدأ ندهنها سمنة. بصي بقى، هي الخطوة اللي جاية دي أهم خطوة. احنا بالظبط كده هنا هناخد 3 ورقات، 1 2 3. 3 ورقات دول هتدهنيهم كويس سمنة، دول تدهنيهم بس مش بتغرقيهم، بحيث ان الحاجة ما تبقاش معانا تقيلة او مليانة سمنة ما تعرفيش تاكلي منها، يعني تاكلي واحدة وتتضايقي ما تعرفيش تكملي تاني. احنا عايزينها خفيفة كده، نحافظ على الكوليسترول، نحافظ على الرجيم. يا حبيبة قلبي بصي، لفة سهلة خالص اهي. وهنحط كده ايه داير ما يدور في الصينية. برضه اوريكي واحدة كمان اهو، 1 2 3 ورقات. برضه هناخد دهنة سمنة كده، سمنة بلدي عايزة براحتك، بس هي دي كده سمنة عادية. ناخد شوية من الحشو معانا. طبعا الحشو ده برضو على حسب ما انتي عايزة، ممكن تحشي مكسرات مكان الفول، كل واحد على حسب رغبته. بصي بنلف داير ما يدور في الصينية. هكمل انا الصينية وبعدين هوريكي بقى هنعمل ايه بنفس الطريقة كده. وكده الحمد لله عملت الكمية اللي انا عايزاها او الصينية اللي انا عايزاها. والجلاش اللي يفضل معاكي او الكمية اللي تفضل معاكي ما ترميهاش، برضو بتلفيها تاني وتعينيها كويس في الفريزر. بنعملها تاني بطريقة تانية بحشوات تانية. سيبيها بس في الفريزر، واحنا ان شاء الله هنعملها مع بعض بطريقة تانية وبحشوات تانية. بصي بكل سهولة كده. انا ما بحبش بصراحة الحاجة شاربة سمنة كتير، ممكن اقولك حطي براحتك وبعدين هي هتصفي السمنة. لا احنا بنشربها سمنة كده بطريقة خفيفة، بس بحيث ان انتي كل صباع اللي احنا عملناه تشربيه سمنة عشان تطلع معاكي مورقة وجميلة. في اثناء بقى ما احنا كنا بنلف كنت انا مولعة على الشربات او على العسل بتاعها. انتي تعمليه يعني بالطريقة دي، بس انا بصراحة انا ببقى من رمضان ببقى عاملة ازازة عندي على طول سايباها. عايزه اوريكي الازازه دي ببقى سايباها عندي على طول، بتقعد معاكي طول السنه ما بيحصلهاش اي حاجه، وبتسهل عليكي قوي وبتساعدك لما بتيجي تعملي اي حلويات من دي، كنافه، قطايف، اي حلويات من دي. يا حبيبه قلبي شوفي سايله خالص وجميله ازاي، مفيش فيها اي حاجه، تقعد معاكي من السنه للسنه. بتبقي مجهزاها، لو ما انتش مجهزاها في اثناء ما انت بتلفي بتولعي على الشربات كوباية مية عليها كوبايتين سكر ونص فلقة ليمونة او نص، يعني نص الليمونة تعصري نصها بس عشان ما يسكرش منك، وبياخد القوام اللي هو التقيل، قوام الشربات اللي انت عارفاه. واحنا دلوقتي هندخلها الفرن في النص من تحت تقريبا كده 5 دقايق ومن فوق على الشواية 5 دقايق، وهتخلص واوريها لك هيبقى شكلها عامل ازاي.
كده معانا احلى صينيه جلاش طلعت اهي من الفرن. الفوطه دي تحتها عشان هي بصراحه سخنه قوي. لازم الخطوه دي مهمه، ان انت تسقيها العسل او السيرب او الشربات بتاعها وهي سخنه. يعني برضو ما تكتريش، هو هيصفي بس ما تكتريش عشان ما تبقاش مجزعه. يعني كده كفايه حلو قوي، مش لازم نخلص الكميه. بس سخنه عشان تقدر تشرب من السيرب او من الشربات ده كله. بصي بسم الله ما شاء الله، انا عايزاكي تسمعي صوت القرمشه بتاعتها عامله ازاي. كان هي واضحه قدامك قوي. هنبدا نميلها كده على جنب عشان تصفي كل. بصي انا مكتره الفوطه كده من هنا علشان تبقى مايله على جنب كده، تصفي كل العسل بتاعها، متبقاش مسكره قوي. وهننقلها بقى مع بعض في طبق التقديم. وبعد ما نقلتها وصفينا العسل بتاعها نقلناها كلها في الطبق اهي. بصي بسم الله ما شاء الله على لونها ده بقى بيرجع لك تفتحيها تغمقيها على حسب رغبتك. وبصي صوت القرمشه، انا عايزه اسمعك صوت القرمشه، شوفيها من جوه مورقه وجميله ازاي ومقرمشه. يا رب تكون عجبتك وصفتنا النهارده، وتشوفيها هي ايه، سهله وتجربيها، وتعملي لنا بقى لايك وشير واشتراك في القناه علشان يوصلك ان شاء الله كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.